بتكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل ربع كيلو صدور. هنعمل بيه بانيه شركات بكمية كبيرة. فاكرين الفرختين اللي جبناهم وعملنا الصدر على 2، قلنا هنعمل منه وصفتين مش وصفة واحدة. يعني الصدر الأولى هيطلع نص كيلو، ده حوالي ربع كيلو من صدور البانيه. ومعايا هنا 70 فينو بايتين، حتى يعني بايتين مش مهم. هنعمل فيهم ايه؟ معايا هنا حوالي اقل من نص كوبايه ميه سخنه، هنزل عليهم علشان انا عايزاهم يبيشوا كده خالص. سامحوني ماسكه التليفون بايدي، بتاعه التصوير اتكسرت انا وبعمل فيها. هنا خلاص انا هنا قلت 70 فينو، وهنا ربع كيلو بانيه اللي احنا عملنا. لو ما شفتيش الفيديو اللي كان فيه فرختين طلعنا منهم الشهر كله وصفات للفراخ، بجد تحفة جدا. فياريت لو ما شفتهاش بتمنى تشوفيها علشان هتفيدك كتير. هنا معايا معلقتين كبار من البقسماط، وهاخد معلقة دقيق، يبقى معلقتين من البقسماط ومعلقة من الدقيق. وهاخد ملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقة هيديها طعم حلو قوي. هنا انا اول حاجة هعمل فيها ايه؟ هفرم فيها. ممكن لو عندك برغل، معلقتين برغل ممكن حلو قوي، ممكن تحطيهم. انا كان عندي حوالي معلقة برغل، كنت عاملة كفتة وفيها فحطيتها على دي. ممكن تضيفيها وممكن ما تضيفيهاش، هتضيفي بس الفينو بتاع الفينو. ممكن تضيفي قلت معلقة برغل لو عندك. انا كان عندي باقي من عندي من الكفتة، فقلت احب حطيتها يعني مش هتخسر. يبقى هنا معايا معلقتين بقسماط ومعلقه دقيق. وهنا بانيه، ربع كيلو من البانيه او الصدر قسمناه على نصين. قلنا هنعمل منه وصفتين حلوين قوي، وهنحط عليهم بهارات فراخ ومكعب مرقه. يعني سهله جدا. تعالوا نشوف الوصفات. اول حاجه هعمل ايه؟ هقطع الصدر ده وهفرمه في الكبه اول حاجه. وهنا بعد ما خلاص فرمت الفراخ حطيت عليها بيضة، وهنزل هرستك كده بايدي 70 الفينو، هنزل عليهم كده الخليط ده كله مع بعض. وهنا هنزل بمعلقة الدقيق والبهارات وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر. وهنا معلقة دقيق واتنين من البقسماط الناعم، هنزل عليهم كل الخليط ده مع بعض كده لحد ما تتكون معايا عجينة. تكون لو لسه مش متماسكة معاكي حطي لها معلقة بقسماط تاني. لا ما تحطيش دقيق، حطي معلقة بقسماط لو هي محتاجة تاني. لو مش محتاجة خلاص. انت لو هتسيبيها برضو نص ساعة قبل ما تشكليها في التلاجة. هعملها معاكم كده. هنا بص بقت متماسكة معايا، مش محتاجتش اي حاجة تاني. لو انت احتاجت معاكي حطي، لو محتاجتش خلاص. انا محتاجتش معايا وهفردها على طول كمان عشان هي متماسكة مش سايلة معايا. على كيس سندوتشات هفردها كده ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. وهنا بعد ما خلاص فردت العجينة بتاعت البانيه، فردتها بالمردنة. وهنا عملتها الشكل ده عملته ازاي؟ عملته ممكن تعمليه بين صوابعك كده في ايدك كده وتعمليها، او ممكن تجيبي، احنا طبعا في ايام المدارس خلاص بنجيب حاجات المدارس وكده. تجيبي مسطرة السيليكون دي وتفردي وتعمليها كده. هي بصراحة اسهل حاجة ان هي بتعمل لك شكل. او انت لو عندك شكل كده عطي كده بيضاوي شوية اعملي بيه، سهل جدا. شايفين عاملين ازاي؟ اهي بيطلع معانا بكل سهولة. اهي نفس التاني عشان يطلعوا كلهم حتة واحدة كده كأنك يعني عاملاهم في مكنة.
شايفين؟ بصي، والتخن ده براحتك انت بقى، عايزه ترفعيها، عايزه تكبريها شويه، عايزه تخليها اعلى من كده، براحتك خالص. بس كل ما بتبقى برضو متوسطه، ولا عاليه قوي ولا رفيعه قوي. ولسه كمان هنحط لها كفر فهتبقى عاليه. شايفين؟ وبتطلع بكل سهوله معانا. اهم حاجه ان انت تفرمي الفراخ تكون مفرومه حلو قوي، وهتطلع معانا كميه حلوه. هحطها في الفريزر حوالي 10 دقايق تتجمد، بس عشان اقدر احط لها الكفر اللي بره وارجع لكم تاني. وهنا بعد ما اتجمد شويه البانيه بتاعنا، هنا معايا طبق فيه ميه مفيهوش اي حاجه. ممكن تحط رشه ملح علشان يبقى ليها طعم. وهنا معايا بقسماط كنتاكي، ممكن انا هنا حطيت عليه رشة ملح، وحطيت رشة توم باودر وبصل باودر ورشة بهارات فراخ عشان يديني طعم حلو. هعمل ايه؟ سامحوني بجد، انا البتاع وقعت التليفون والبتاع وقعت، يعني مش عارفة طبعا. وكل ما بتبقى متجمدة الفراخ افضل. هنا كده، ويا ريت ايدك ما تكونش فيها علشان ما تاخدش معاكي كميه كبيره من ال الجوانتي، ما يكونش فيه ميه او ايدك فيها ميه وتحطي، يعني خلي ايد فيها ميه والايد التانية تبلي فيها البقسماط علشان ما يعملش معاكي تكتلات في ايديكي وتهدري البقسماط اللي معاكي. انا هخلص كل الكميه مع بعض وهشوف مع بعض، هنرجع تاني ونشوف البقسماط البانيه الجميل بتاعنا ده شكله عامل ازاي. وهنا بعد ما خلاص خلصنا البانيه، طلعنا 30 قطعة من ربع كيلو او من صدر فرخة اللي فاكرين عملناهم قبل كده. قلنا الفرختين اللي عملناهم قلنا هيمسكوا معانا طول الشهر. شوفي لو عملتيه للمدرسة هيطلع معاكي كمية حلوة قوي. وكمان شايفين القطعة كبيرة مش صغيرة، هتطلعي معاكي 30 قطعة من البانيه الشركات. شوفي لو جبتيهم من بره هيقطعوا معاكي بكام، وطعمه تحفه. عايزه اقولك حاجه، لما انا لقيت الميه خفيفه مش شايله معايا كميه من البقسماط، فحطيت عليها معلقه من الدقيق وربيتها كده، عملتها زي الدقيق في ميه كده مع بعض علشان تديني قوام تقيل شويه عن الميه. وحطيت فيها رشه بهارات وحطيت فيها ملح عشان تبقى ليها طعم. وحطيت في البقسماط الاول لما لقيته خشن، ما لقيتهوش شايل قوي معايا في الكفر، رحت حاطه ضربته يا دوبك ضربه واحده بس بسيطه في الكبه علشان يشيل معايا من البقسماط كده، يمسك معايا. شايفين شكله ولونه حلو قوي. تعالي كده نقلي شوية مع بعض كده ونشوف. انا هشيل الباقي للمدرسة وهنعمل مع بعض كده 2 3 ونشوف مع بعض هيطلعوا عاملين ازاي. شايفين في الزيت ولا فك ولا طلع منه اي حاجة؟ شايفين الشكل واللون في الزيت حلو قوي وتحفة، وما بياخدش وقت على في الزيت. تعالوا نشوف مع بعض. وهنا بعد ما خلاص قليت 4 كده على قد الطاسة، حاطة واحدة والباقي هشيله في الفريزر. تعالوا اوريكم الصوت. بجد وريحته حلوة قوي. وشوفي يعني من ربع كيلو بانيه 250 جرام عملنا 30 قطعة من البانيه. شايفين؟ يا رب يكون عجبكم الفيديو، وبتمنى كده اللايك كده واشتراكات كتيرة كده علشان يوصلكم كل جديد. وكمان لازم تجربوا الوصفة دي، بجد تحفة تحفة قوي، وطعمها مش هيفرق عن البانيه اللي بره بتاع الشركات. شايفين شكله حلو قوي، وشايفين القرمشة حلوة قوي وناشف وجميل جدا. انا مرضتش اكتر علشان انا هشيله في الفريزر للمدرسة. حلو قوي. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وبتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايكات بتاعتكم الجميلة والتعليقات بتاعتكم. شكرا لكم.